مقدمة القناة هيروسكوب. أهلا بيكم يا أصحاب برج السرطان في قناتكم هيروسكوب، القناة اللي بتقدم لك رسائل النجوم والكواكب عشان تعيش حياتك أوضح وأسهل. لو أول مرة لينا معاك ما تنساش اللايك والاشتراك، وكمل معانا الفيديو للآخر عشان تعرف تفاصيل برجك للأسبوع ده. تمام، يلا نكمل مع برج الأسد في الأسبوع الأخير من أغسطس، وبنفس التقسيمة بتاعت الحب والعمل والمال والطاقة والعلاقات ونصيحة الكوكب. بالنسبة للحب يا برج الأسد، الأسبوع الأخير من أغسطس بيجيب لك رسائل عاطفية قوية. أنت من الأبراج اللي مش بتعرف تخبي مشاعرك لفترة طويلة، وده وقت المصارحة. لو أنت مرتبط هتحس إنك محتاج أمان أكتر من شريكك. ممكن تكون حسيت خلال الفترة اللي فاتت إنك بتدي أكتر ما بتاخد. الكواكب بتنصحك اتكلم بوضوح عن احتياجاتك، لأن شريكك ممكن ما يكونش واخد باله، مش متعمد يتجاهلك. أما لو أنت سنجل، الأسبوع ده فيه فرصة لمقابلة شخص يحسسك بالدفء والأمان اللي بتدور عليهم. يمكن يكون الشخص ده من دايرة معارفك أو قريب من العيلة. المهم إنك تفتح قلبك من غير خوف، بس برضو خليك واقعي، ما تحطش توقعات عالية من أول يوم. بالنسبة للعمل في الشغل الأسبوع ده هتحس إن في ضغط ومسؤوليات متراكمة، بس المميز هنا إنك هتلاقي دعم من زميل أو مدير هيخفف عنك الحمل ويديك فرصة تتنفس. لو عندك مشروع أو فكرة جديدة، الوقت ده ممتاز إنك تعرضها أو تبدأ تخطط ليها، لأن في ناس هتسمع لك وتهتم برأيك. برج السرطان دايما عنده إبداع وحس فني، والأسبوع ده مناسب إنك تخرج أفكارك للنور. لكن خد بالك، ما تخليش القلق يوقفك. انت ساعات بتشك في نفسك زيادة عن اللزوم، وده ممكن يخليك تأجل خطوات مهمة. بالنسبة للمال، الوضع المالي للسرطان في الأسبوع الأخير من أغسطس بيقول في انفراجة صغيرة، ممكن توصل